عام بشأن الاعتقالات في تل حاصل وتل عران. نتابع بقلق بالغ أنباء متداولة حول الاعتقالات التي طالت عدد من أبناء وبنات تل حاصل وتل عران وما رافقه من حالة خوف وقلق بين الأهالي. إننا نؤكد أن احترام وكرامة الإنسان وحقوقها الأساسية يجب أن يكون مبدأ لا ينتقص منه تحت أي ظرف، وأن أي إجراءات احتجاز أو اعتقال ينبغي أن تتم وفق القانون مع ضمان حقوق المحتجزين وعدم التعرض لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، وتمكين ذويهم من الاطمئنان عليهم. كما نطالب الجهات المعنية بالكشف عن أوضاع جميع المحتجزين والإفراج عن كل من لم تثبت بحقه تهمة قانونية، وإجراء تحقيق شفاف ومستقل في أي اعتداء بوقوع انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنه وفق القانون. ونخص بالذكر النساء أن أي اعتقال أو انتهاك يطالهن أو يمس كرامتهن يترك أثرا عميقا على الأسرة والمجتمع، ويتوجب توفير الحماية القانونية والإنسانية لهن في جميع الظروف. حين ترفع يد على امرأة لا تهان امرأة واحدة فحسب، بل تهان العدالة والإنسانية بأكملها. فالدولة التي تعجز عن حماية النساء وتلجأ إلى العنف ضدهن فقدت جزءا من شرعيتها القانونية. وندعو جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين والعمل على تهدئة الأوضاع بما يحفظ الأمن والسلام لجميع أبناء وبنات تل حاصل وتل عران، والحماية والكرامة لجميع الأبرياء، والعدالة والاحترام حقوق الإنسان للجميع. جن جيان آزادي، جن جيان آزادي، جن جيان آزادي، جن جيان آزادي. المرأة حياة حرية، المرأة حياة حرية، المرأة حياة حرية، المرأة حياة حرية.